السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. بعد انتشار الأخبار الحزينة لجماهير النادي الأهلي ورغم تأكيد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي، النادي الأهلي لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن إصابة اللاعب. وآخر تطورات حالة أكرم توفيق، الطبيب النمساوي والدكتور أحمد أبو عبلة متفقين على أن القطع في الرباط الصليبي الأمامي بالكامل، وطبيب الأشعة المصري أكد أنه قطع جزئي، واللاعب يقوم بإجراء أشعة جديدة للتأكد بنسبة 100% من حجم القطع. وبعد ذلك سيقوم النادي الأهلي بشكل رسمي الإعلان عن إصابة أكرم توفيق. الكابتن محمود الخطيب يتواصل مع أكرم توفيق تليفونيا من خارج مصر للإطمئنان عليه ودعمه نفسيا. الخطيب يوصي جميع العاملين بالجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ بتسهيل كل الوسائل لأكرم توفيق ودعم اللاعب نفسيا ومعنويا إلى أن يعود للملاعب مرة أخرى. اقتراح في الجهاز الفني للنادي الأهلي للدفع بعمار حمدي في مركز الظهير الأيمن لتعويض أكرم توفيق، خاصة وأن اللاعب قدم أداء جيد في هذا المركز من قبل مع الاتحاد السكندري والمنتخب الأولمبي. بعد اتهام كهربا للتسبب في إصابة أكرم توفيق على حسابه الشخصي على انستجرام يبرئ كهربا ويؤكد أن إصابته جاءت بدون أي التحام بينه وبين كهربا، ولكنه قضاء الله وقدره. النادي الأهلي لم يستقر حتى الآن على اسم المهاجم الذي ينوي التفاوض معه. لازالت رحلة البحث مستمرة عن لاعب قوي ينال إعجاب مارسيل كولر المدير الفني، خاصة بعد رفض كولر التعاقد مع اللاعب دانييل إيفري الغاني، واللاعب تم ترشيحه للأهلي بالفعل. ولكن بعد رفض المدير الفني، النادي الأهلي لم يتفاوض من قريب أو من بعيد مع اللاعب. محمد محمود لديه 4 عروض حتى الآن من الاتحاد السكندري وسموحة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لضمه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. ونادر شوقي وكيل اللاعب يستعجل مسؤول الأهلي لحسم موقف اللاعب، واللاعب يريد الانضمام لأحد الأندية القاهرية سواء سيراميكا كليوباترا أو البنك الأهلي، لكن إدارة الكرة تتحفظ على بعض العروض المالية. مصدر من الأهلي: أمير توفيق لم يحصل على توقيع محمود متولي وياسر إبراهيم من أجل تجديد عقودهم حتى الآن، لكن تم التوصل لاتفاق مبدئي وسيتم الجلوس مع حسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد شريف بعد نهاية ميركاتو يناير. والأهلي متمسك بكل اللاعبين ورفض فكرة الاستغناء عن أي لاعب وتركه يرحل مجانا حتى لو كولر لا يريده، لأن النادي يرى أحقيته في الاستفادة المالية من وراء أي لاعب حتى لو تم بيعه أو إعارته مستقبلا. زياد طارق يودع زملائه في فريق شباب النادي الأهلي استعدادا للانتقال إلى الاتحاد السكندري أو سموحة على سبيل الإعارة. ولم تحسم الصفقة حتى الآن، لكن في طريقها للانتهاء، والأقرب الانضمام إلى الاتحاد السكندري. اجتماع قادم بين الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر منتصف الأسبوع سيتم حسم إمكانية ضم ظهير أيمن جديد لصفوف الأهلي، والاتجاه بالفعل ضم لاعب محلي مع إمكانية تأجيل التعاقد مع لاعب في مركز المساك لنهاية الموسم. مارسيل كولر لم يحسم موقفه من ضم لاعب الاتحاد السكندري مروان عطية حتى الآن، والأهلي لم يقدم أي عرض رسمي لضم اللاعب. بعد ترديد اسم اللاعب مرة أخرى، الأهلي يرفض العودة للتفاوض مع كواساكا الياباني لضم اللاعب مارسينهو بسبب متطلبات النادي ومغالاته في قيمة الصفقة. حاتم الرفيق رئيس قسم الإعلام بنادي النجم الساحلي: لا يوجد عروض رسمية من الأهلي لضم كريستو، ولكن هناك أحاديث من أطراف مقربة من الناديين، ولا أعلم ما علاقة أنيس بوجلبان بالتفاوضات حتى الآن، وكل ما يتداول عن طلباتنا أرقام مالية معينة غير صحيح. محمد الضوي: كريستو هو أحد أفضل اللاعبين في البطولة التونسية، ولم نتلقى أي عروض رسمية لضمه من أوروبا كما يتردد. وعلاقة عثمان جنيح رئيس النجم الساحلي مع الكابتن محمود الخطيب رائعة، والأمر عرض وطلب وكل الأمور واردة، والعرض المالي سيحسم الصفقة. مصدر من النادي الأهلي: أنيس بوجلبان رشح 3 لاعبين مميزين تحت السن من الدوري التونسي، من بينهم كريستو لاعب النجم الساحلي. بعد تداول أخبار عن ترشيح اسم كولر لتدريب منتخب بولندا، المدير الفني السويسري يؤكد أنه باقي في الأهلي ولن يتفاوض مع بولندا أو أي فريق آخر. انتهت أخبارنا. اكتب لنا من وجهة نظرك في التعليقات مين أفضل بديل يعوض أكرم توفيق، هل هو محمد هاني أو عمار حمدي أو عودة كريم فؤاد لمركزه الأصلي؟ لو الفيديو عجبك ادعمنا بلايك، اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.